أكلة من الأكلات الصيامي، طعمها جميل جدا، هتنفع معاكي للغدا وكمان للعشاء. تعمليها كل يوم، حرشة كده وتفتح البطاطس بالخلطة. تعالي نشوف مقاديرها عاملة ازاي وكمان طريقة تحضيرها. أول مرة بتشوفيني، أنا اسمي ريم ودي قناتي. ما تنسيش تعملي لي لايك حلو للفيديو واعملي لي سبسكرايب متابعة لو لسه أول مرة. من البطاطس حجمهم متوسط، قشرتهم وقطعتهم تقطيعة البطاطس المحمرة العادية جدا، وخلي سمكها برضو عريض شوية عشان تبقى شكلها حلو كده في الطبق. بلاش تقطيعة رفيعة جدا. بصلاية واحدة مقطعاها تقطيعة خشنة كده مش في المفرمة. التشكيلة الحلوة اللي هتديها الطعم الحكاية: نص معلقة من الكزبرة على الكمون، ربع معلقة شطة، ربع معلقة فلفل اسمر، وربع معلقة ملح. في مكون كده هيديها الطعم كله: ربع معلقة كاري على كركم او ممكن نص معلقة. شايفين بساطتها عاملة ازاي؟ هناخد البطاطس بتاعتنا ونحمرها كده في الزيت عادي جدا. بطاطس محمر تاخد لها 8 دقايق، عينيا عليها وبتابعها وبقلبها من وقت للتاني. احط عندي نص كوباية من الزيت، حوالي 5 معالق، واسيبهم يسخنوا حاجة بسيطة. نزلت بالبصل معايا وهياخد له تشويحه كده 3-4 دقايق. بلاش يغمق كتير، بس يروح منه مش اكتر. عينيا عليه واتابعه واقلبه من وقت للتاني. درجه لونه برضو هترجعلك، عاوزاها دهبي فاتح تمام، عاوزاه تغمقيها مفيش مشكله. ممكن تقللي كميه الزيت عن كده وتخليها 3 معالق بقى. لو حاطه زيت زياده ممكن تصفيه بعد التحمير. البصلايه خدت اللون اللي انا عاوزاها جلد ذهبي يعني وسط كده تمام. قلبيها على البصل، ممكن تكون سخنة او باردة زي ما تحب. كميات طبعا براحتك جدا، اديها زي ما تحبي. هنبهر دلوقتي البهارات بتاعتنا: ربع معلقة من الملح، ربع معلقة من الفلفل الاسمر، كاري وكركم، شوية شطة كده، ولو مش حباها شيليها. ونقلب كويس. الريحة هنا خطيرة بجد، والخلطة اللي احنا عملناها هتفرق قوي في طعم البطاطس. هنزل بربع كوباية من المية، حوالي 3 معالق او معلقتين، واقلبها كويس وارفعها على نار هادية كده حوالي 5 دقايق. المية ديت بتفرق قوي في قوام وشكل طراوة البطاطس، فبلاش نستغنى عنها، وضروري تحطي تسيبي كده 2-3 على البخار عبال ما المية دي تنشف او تتبخر شوية. طعمها، لونها، ريحتها مفيش احسن من كده. وده شكل البطاطس بتاعتنا بعد ما طلعناها كده، ما خدتش تسوية كتير، لذيذة قوي. والبصل اللي معانا اتكرمل كده بربع كوباية المية. طعمها حكاية. وجبة غدا، عشاء، فطار صيامي وتفتح النفس قوي. وجبة صيامي تفتح النفس، سهلة وسريعة بالبطاطس. فعلى جوع اخر الليل كده مع العيش الشامي وشوية جرجير كده وصوص طحينة، بتبقى خطيرة. البطاطس المقلية بالخلطة، بطاطس تحابيش، سلطة بطاطس بطريقة مختلفة، تغميسة البطاطس المقلية.